هو الرسالة اللي جينا نوصلوها بأن لولا عقلاء ايت الحسن، ونبغي مالي الغيورين والحماسيين من ايت الحسن اللي بقى فيهم الحال على هذا البلوكاج اللي دار في ايت الحسن بعضياتها، لولا ايت الحسن وغيرتها على الوحدة الترابية وخوفها من استغلال وقفتها من طرف بعض الزبانية وتولي ما ثلاث محكم فيها منين تلحق 20,000 والله من فم، لولا غيرة الوطنيين اللي وطاو على عواطفهم وطاو على كرامتهم وحاولوا يهمدوا ايت الحسن، وباللاتي لا نهار الجمعة وباللاتي لا نهار كذا وكاين كيشوفها بانها سلبية، لا هي ايجابية تقرا لقيادة ايت الحسن بانها ما تستعمل جيشها من اجل باش دقدقه باش تحقق ذواتها، وهذا من عقل عقالية الحسن، ويلا السلطة تعرفها ويلا تعرف عن ايت الحسن ضحت بغليانها وبرجالتها وبكذا من اجل وحدتها، وبغيك راهي مولي تسمى ولكن كرامتها اعلى من يمسها حد واعلى من يقدر حقها حد. ونتمنى من الناس الحماسيين والغيورين واللي حسوا بواحد شويه ديال بان كاين جر بان راه كاينين وراكم عقلاء يحققوا المكاسب بطرق ما هي طرق الزيار ولا هي طرق كذا، ونتمنى السلطه توصل لها الرساله، ونبلغ لكم الاسلام المكون الاخر من تكنا مكوني توسا راهم قالوا لكم بانهم وراكم وقدامكم وبانهم راهم على استعداد الى بغات الدوله القانون، احنا ولاد القانون، وإلا بغات السيبه من نهار هدات السيبه رانا ما تلينا زدنا طوبه ونتمناوها كاع ترجع الى عاد ذنبتها، الى عاد ذنبتها رانا من نهار شنت الورد وحنا ماشيين في الرقه، ونبغي من العقاله يوصلوا كلمتنا احنا يوصلوها بان راهم ليسوا محاكمين فينا دائما، لا ينضبطوا النفس ولكن اياك وغضبة الحكيم، اياك وغضبة اللبيب، رانا لا ينتموا الى ذاك ونعقبوا نطلسوا الناس على طوالها، ولكن نعرفوا عنده اللي يتحركوا هذا الشيء اعداء الملك، واحنا ما لنا لا نخلوهم يسخرونا العداوه الملك والعداوه وحدتنا، ومرحبا بكم وسهلا. ولو كان ما هو تحرك العقلاء وتريض العقلاء لكانت اليوم 10,000 من ايت الحسن هون، ولكن راهم يهمدوا وراهم كذا وراهم كذا، ونظر بان الرساله وصلت للسلطه ونتمناها توصل مولي من جديد، وعاش الملك وايت الحسن وراه وقدامه وضد المفسدين، والمفسدين برا ما عندكم ما ديروا هون، ياك سمعتوا والله بدا، وراه الناس راه تواصلوا وراه كامل الاطياف، ورانا ما نقولوا عرب ولا امازيغ ولا كذا، لا يستعمل حد المسمى يبدا يخبط به من اجل منافع شخصيه، احنا نعرفوا عن ناس مضروره من الامازيغ ومن العرب ومن كذا من هذا البلوكاج، ونعرفوا ويعرفوا هم اللي تعرف السلطه عن قبيله ايت الحسن كانت ذكيه وعندها من التجارب وعندها من التاريخ اللي علمها ياسر من المسائل ما يحتاج حد يستغلها ولا يستفزها، واللي قوي يعرف عنه قوي ما يحتاج ما هو قايل عنه لا يمارس، لاننا احنا فوق التمراس وفوق انه يستفزنا حد، لاننا صدورنا واسعه وتاريخنا يخبر عنا، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخير في وفي امتي الى يوم الدين، حتى احنا مع قل الخير وسنظل للخير، واللي جبدنا مولي رانا مولي اهل الشر منين ينحك علينا، ونتمنوا ما ينحك علينا قباله. وشكرا.